فالسيدة لطيفة الدروبي إخواني وأخواتي ليست بحاجة لمن يدافع عنها بقدر ما يحتاج من يطعن بها إلى مراجعة ضميره وأخلاقه. فالطعن في الشرف دون دليل ليس رأيا بل جريمة أخلاقية وإنسانية وإسلامية لا يقدم عليها إلا من تجرد من الشرف ذاته. هي زوجة رئيس نعم، لكنها قبل ذلك كله وبعده هي إنسانة لها أهل وسمعة وتاريخ، ومن لا يملك إلا لسانا مفترسا للناس فليعلم أن ما يقال في العلن يبقى شاهدا عليه في الدنيا والآخرة. لن نقابل القذف بالقذف، لكننا نذكر هؤلاء: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإذا كانت عظمة المرأة تقاس بثباتها ورصانتها وسيرتها، فإن السيدة لطيفة الدروبي أثبتت أنها ليست فقط زوجة مسؤول، بل هي امرأة مسؤولة أمام نفسها ومجتمعها